ها يا جماعة، مساء الفل. احنا هنا في الريست بتاع المعرض، لان هو المعرض كبير قوي فمتجزأ لكم قاعة بقى يا بوسي؟ فور 4 بارتيشنز كده. هو كل مرة بيبقى فيه بارتيشن للأجهزة الكهربائية، بس السنة دي مش موجود صراحة. زعلانة عليه الخامس جدا. بس انت متأثرة قوي. بحب الأجهزة الكهربائية. هي المسؤولة عن الجزء ده اللي هو في مراحل الشغل. احنا بنعدي بكم مرحلة يا بوسي برضو؟ في التنفيذ. اوكي، لا يعني بنشتغل الشغل المعماري والانشاءات، وبعد كده التشطيب الديكوري. هي المراحل الأولى دي مع باشمهندسة مريم. يبقى عندنا تعديل معماري، وبعد التعديل بيبقى التأسيس، وبعد كده التشطيبات الأخيرة، بعد كده الفرش والفرش آخر حاجة. وفي الأجهزة بقى دي مرحلة بتبقى in between، يعني ما بين بس لازم نكون مختارينها برضو يعني قبل التأسيس، علشان نعرف نحسب الأحمال بتاعة الأجهزة كويس قوي. يعني البوتاجاز عادي غير البوتاجاز الإلكتريك غير التاتش، كل حاجة ليها حساباتها. وعشان برضو نعمل حسابنا في تلاجة، في تلاجة، في ديب فريزر، في فرن، لا ما فيش فرن، في مايكرويف بس. ففي تفاصيل كتير قوي بناخدها من العميل، وبنسأله الأسئلة دي كلها في أول ميتنج ما بيننا، عشان نعرف نطلع التصميم بشكل فاينلي حلو قوي. أغلب العملاء بتوعنا بيخلونا احنا اللي بنشتري الأجهزة، وده بسبب بقى ان احنا بنعرف نجيب لهم كل حاجة ابديتد وجديدة. فعشان كده بقى انا زعلانه ان البارتيشن ده مش موجود، كان بيفيدني قوي مع العميل، واني اوجهه للحاجه اللي طالعه جديد، وان ينفع ايه موفر معاه، وايه موفر للطاقه، وايه كويس وكده. بس انا اكسبيرينس حلوه قوي في مرحله التسكين. هي دي اسمها مرحله التسكين، اللي هي فيما بعد الفرش. ساعات طبعا العملاء ما بتطلبهاش مننا لو هم مقيمين في نفس المدينه، بس بما ان يعني طبيعه الغردقه ان اغلب الناس وافده من بلاد تانية، او ده سكند هوم اصلا هم مش هيعيشوا فيه، هم جايبينه للاستثمار، فغالبا بيولونا الحته بتاعه التسكين. فهي بس انت بقى المسؤوله عنها، مش كده يا بوسي؟ ايوه. مسؤوله عنها قوي ولا نص نص؟ على صح، كانت قد. بتقول نص نص. طيب انتي، كنا بنقول ايه اللي بيفيدك المعرض؟ بيفيدك من ناحيه ايه بقى؟ هو مبدئيا المعرض انا ببقى جايه شغل، في نفس الوقت بحب يغير لي مودي جدا، وبعمل كده ريفريشنج. يعني هو بيخلي دم الشغل لطيف وظريف وكده يعني، وبيساعدنا في الشغل نفس ذات الوقت. يعني فسحه حلوه، وفي نفس الوقت شغل وتجميع داتا حلوه قوي، وبيبقى عندنا انفورميشن وابديتد بكل حاجه جديده، وايه الترند في 2026، الترندد في 2027، ومعاكم بقى لغايه 2035 ان شاء الله. ان شاء الله. وانتي يا هندسه؟ معرض لو مارشيه طبعا بيبقى فيه، بنيجي نشوف الخامات وملمسها ويعني بنجيب لك الحاجه الكواليتي بتاعتها. بنبقى يعني الحاجه بتبقى باحسن سعر واحسن كواليتي، وبنبقى عندنا خبرة. الموردين والمصانع اللي موجوده هنا بنبقى معاهم، وبنجيب لك السعر المناسب، بنجيب لك الحاجات الترند. بتبقى يعني مهما تدور مهما تعمل مش هيبقى احسن من الموجود. احنا معانا مورديننا ومعانا سعرنا وخصوماتنا طبعا. فلا المعرض بنشوف فيه خامات، ايه الابديت، وايه الاجهزه الجديده، ايه دمج ماتيريال مع ماتيريال كده، الافكار، نسب. باشمهندسه مريم كل ما اقول لها على حاجه لفتت انتباهي تجيب لي اللي انا احملها من نفس البارتيشن، يعني رهيبه. ولا تعلي عليا يا مريم؟ بنتعامل منك هندسه اكيد. بس مريم مركزه يعني. ادخل مثلا ولا بصي بقى النسب بتاعه الدايننج تيبل دي حلوه قوي وجريئه. في نسب يعني بتبقى بالنسبه لنا واحنا بنرسمها يعني وبعدين بنبقى خايفين في التنفيذ تبقى مش حلوه.
لا هنا بقى ما بيخافوش. هنا الديزاينرز في الفرش ما يعني بيعملوا كل حاجه واي حاجه، وتحفه بصراحه. براندات قويه ولازم نتعلم منهم الجراءه في الخطوط وخامات برضو يعني الماتيريال مع ماتيريال خشب مع رخام، حاجات مختلفة. فاللي هو ايه، لا ده طلع بشكل معين، ده طلع شكله حلو، شكله لا مش هيبقى ذوق العميل بتاعنا، فبنبقى واخدين بالنا من الحاجات دي على الطبيعة يعني. بيفرق معاكي طبعا بيفرق يعني. تنبسطي؟ احنا جايين ننبسط كل ما لا اكيد احنا جايين ننبسط. احنا جايين ننبسط ونفيدكم انا ذكيه بالحاجات يعني، اللي بعرف اضحك عليكم. بعرف اهون عليهم مشاكل الشغل. مش كده؟ ايوه طبعا بفسحهم. عايز تقولي حاجه تانية؟ لا تمام. بصي، عايز تقولي حاجه تانية؟ لا انا مبسوطه قوي. انت مبسوطه قوي؟ وانا كمان مبسوطه قوي بيكم. لا هم شاطرين وهم جايين يشتغلوا بينبسطوا، وده مش عيب طبعا. السنه اللي قبل اللي فاتت لما جينا مع بعض عملنا فرق في المكتب، ان هم في حاجات بتقع مني بتسقط مني غصب عني. ما شاء الله الداتا هنا كتير والتفاصيل كتير، فلا مش هقدر الم كله لوحدي. فهم بيفتكروا، بيقول لي هنلاقي الايتم اللي عايزها العميل ده في الحته دي، وبيطلعوا الكونتاكت ليست بتاعتهم وبيكلموهم، يتواصلوا معاهم، بياخدوا منهم اوفرات، وفعلا العميل بيوافق وعملوا فرق يعني. عشان كده قررتها، لاني اول مره انا كنت بس بحاول افتح معاهم الافق، يعني ان في طرق تانية نقدر نجيب بيها الايتمز اللي بتبقى ناقصانا في المكتب، وبعرفهم على الدنيا. ولقيت ان الموضوع لا مش زي ما كان في دماغي في الاول، ان هو مجرد ان هم افتح لهم افقهم واخليهم عارفين اكتر عن السوق. ده كمان هم بيطبقوا ده، يعني بيقدروا يشوفوا احسن حد يعمل الايتم دي، وبيتواصلوا معاهم بنفسهم وبيجيبوا الديل. برافو يا شباب، برافو يا هندسه. تعيش هندسه. ميرسي. برافو يا بوسي. ميرسي يا هندسه. يلا شكرا للمتابعه، باي باي.